هقولك بقى على سر لو عملتيه في الطعمية هتطلع معاكي بالجمال ده. وشايفين لون الطعمية عامل ازاي واحسن من شراء المطاعم، طبعا بزيت نضيف وحاجة ضمنها ببيتك. وكمان وقت السحور معظم الناس مننا لازم تاكل طعمية. كل سنة وانتم طيبين. ده كيلو فول، جبته من العطارة، قلت له انا عايزة كيلو فول من بتاع الطعمية. بليته كده قبلها بيوم، يعني بالليل كده بليته غطيته بالمية كده، زودت عليه المية وسبته لتاني يوم الصبح. شايفين الحباية كده معايا تقريبا مستوية، والحجم كده الفول بقى تضاعف مرتين. جبت هنا بقى راس توم كبيرة وثلاث بصلات صغيرين، ممكن تستغنى عنهم يبقى بصلية واحدة بس. وجبت ربطة من الكرات بيتباع طبعا في السوق، استخدمت نص ربطة بس. واستخدمت هنا ربع ربطة من الكزبرة، بلاش شبت خالص علشان الشبت بيسود الطعمية. طبعا نسيت اقولك على معلومة مهمة جدا، الفول وانت بلاه على بيد غيري عليه 4 مرات او 5، علشان الفول بيبقى ليه ريحة كده، فعلشان تتخلصي من اي ريحة وحشة من الفول. وغسلته بقى غسلة محترمة كده ونشفته كده، صفيته الاول. وجبت هنا الكبة بتاعتي، قطعت كده الخضرة والبصل تقطيع عشوائي، ونزلت كده في الكبة حبة من الفول على حبة من الخضرة. شايفين زي ما انتم شايفين معايا بقى كوباية مية، بحط على كل كده فرمة وانا بفرم معلقتين من المية او 3، يعني مية لا تسكر، مكتريش مية علشان السوائل. شايفين لون الطعمية عامل ازاي؟ بسم الله ما شاء الله. ممكن بقى لو انت ما عندكيش كبة تعملي في شفشق الخلاط، وتزودي على كل كده شفشق خلاط تزودي نص كوباية من المية. هتقولي هتبقى كتير، هقولك ايوه. تجيبي بقى مصفى جنبك وتفضي فيها اللي انت فرمتيه من شفشق الخلاط، علشان لو كان فيها اي سوائل ولا اي مية زيادة تصفيها، ويبقى معاكي العجينة كده سمكها جامد، يعني ما يكونش مرق. انما انا الوقت عملتها في الكبة عشان انا عندي كبة، عملتها في الكبة. وعملتها برضو لما كانت الكبة بتاعتي عطلانة عملتها في شفشق الخلاط وكانت طالعة بسم الله ما شاء الله. هنا بقى بزود شوية من ده على شوية من ده، الخضرة طبعا معايا كده مناسبة، اللون ده انا عايزاه كده للطعمية. شايفين طبعا الوقت بنبعت نجيب ب10 جنيه طعمية وب15 جنيه، يعني والله الله المستعان حاجة لا تذكر. وطبعا اللي عندها اولاد برضو كده بجد الموضوع بيبقى تقيل شوية، فممكن تجيبي كيلو فول وهعملك كمية كويسة جدا ومش هتحتاري يعني، وتبقى موجودة عندك في التلاجة. وقت ما تحتاجي الطعمية تطلعي الكيس قبلها بساعة ولا قبلها بشوية ويفك معاكي وتعمليها على طول. هنا بقى زودت كده البهارات بتاعتي، معلقة من الملح، معلقة من الشطة، معلقة من الكمون، معلقة كبيرة من الكزبرة الناشفة. كزبرة كده انا ببقى عندي صحنة كده كزبرة لوحدها، بحب احطها على المحشي يعني والطعمية، بجد حبيبة الكزبرة. شايفين العجينة كده؟ هوريكم كمان لونها اهو. هقول لكم بقى على التكه اللي بتخلي الطعميه طالعه معاكي ما شاء الله. شايفين انا فضيت بقى كده العجينه كلها في البوله كده، عايزاكي تخفقيها بايدك كده، معلش انت تتعبي شويه بس معلش. تمسكي كده المعلقه زي ما انا ماسكاها كده وتفضلي تضربي فيها لحد كده ايه تبقى خفيفه معاكي خالص. شايفين الرب فيها كده بالمعلقه هو اللي بيخلي لك العجينه مش معاكي مش مكتومه والطعميه طالعه مش مكتومه. هنجرب بقى كده معاكم حتة علشان نشوف الطعمية طلعت عاملة ازاي. جبت هنا طبق وضفت فيه شوية من العجينة، وضفت رشة من البيكنج باودر او الكيك شيف. طبعا البهارات معايا كده مظبوطة، بس ضفت كده رشة من الشطة. شايفين لون العجينة؟ كل ما بتخفقي فيها كل ما بتحسي ان العجينة معاكي خفيفة والطعمية بتطلع معاكي خفيفة خالص. جبت هنا كده الزيت سخنته الاول قوي، وجبت بقى كده السمسم. طبعا الطعمية ما تحلاش من غير السمسم. بذمتكم شفتوا احلى من كده طعمية؟ ولا المطاعم يعني بتوع المطاعم لو شافوا الفيديو ده هيقفلوا المطاعم خالص. طبعا بجد والله للأمانة الزيت نضيف، لان احنا بصراحة المرض والتعب كله كتر من كتر الزيت والحاجات اللي احنا بناكلها من بره. وليه مش عارفة، مع ان احنا ممكن نتصرف يعني ونعمل في البيت. طبعا بتعملي مرة وتكسلي مرة، لا ما تكسليش. الحاجة ما يكون موجودة يعني عندك بتبقى وجودها عندك في التلاجة، وجودها عندك في التلاجة بيريحك شوية. يعني مثلا ولادك
جاعوا في أي وقت أو جوزِك أو مثلًا السحور وقت متأخر والّا كده بتطلّعي على طول وتستخدميها، يعني هي كويسة جدًا في البيت. إحنا هنا في بلدنا بنسميها طعمية، في بلاد تانية يعني جنبنا على طول بيسموها فلافل، يعني ليها أسامي كتير، بس إحنا بنسميها الطعمية. إيه رأيكم بقى في الجمال؟ شايفين؟ بجد والله جميلة جدًا وطعمها حكاية، والريحة كانت قالبة البيت كله، أهو ما شاء الله. وعملت معايا كمية كبيرة، يعني دلوقتي الطبق اللي انتوا شايفينه ده دلوقتي برّه عدّوا بقى القطعة بتتباع عندنا بجنيه، شوفوا بقى دي كام قطعة، فوالله بجد بتوفّر عليكِ كتير أوي، عليكِ وعليّا وعلى الناس كلّها، يعني بس هو كيلو فول ما بتستخدميش إلا كيلو فول بس، لو فيها أي حاجات تانية هاقول لِك بتتكلف والّا كده، بس هو كيلو فول بس والخضرة بس. هنا بقى جبت كيسة تلاجة علشان أخزّنها في الفريزر، علشان وقت أمّا أستخدم أطلّع الكيس، طبعًا كل كيس عاملاه على عددنا إحنا يعني، إنما أنتِ ممكن تعملي كتير أقل، بس أنا عاملة الكمية المناسبة اللي تكفّينا، أهو زي ما أنتِ شايفة كده، وتحطيه فوق بعضه كده في الفريزر ولا بياخد أي مساحة خالص. بس العجينة اللي أنتِ بتعينيها ما بتحطيش فيها بيكنج باودر ولا كيك شيف ولا أي حاجة خالص، وقت الاستخدام بس اللي بتضيفي إليه البيكنج باودر. وعلشان الطعمية تطلع معاكِ ناجحة 100% معاكِ 3 خطوات بساط خالص. أول خطوة لازم تغيّري المَيّة على الفور من 4 أو 5 مرات. تاني خطوة لازم ترُبّي العجينة أوي علشان العجينة تطلع معاكِ كده خفيفة والطعمية تطلع معاكِ خفيفة. تالت خطوة ما تكتريش الخضرة في الطعمية علشان كتر الخضرة بيسود معاك الطعمية. ويا رب يكون فيديو النهاردة عجبكم، واستنوني في فيديو جديد من قناة يومك أجمل مع أم فارس. ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان أي فيديو جديد ينزلك على طول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، باي باي.